الله الله يحفظك ويخليك ان شاء الله. سؤالي يا شيخ سؤال شرعي بس، انا متزوج 4 حريم. الله يعطيك العافيه، قول امين. عافيك امين وياك يا رب. 4 ويا شيخ اللهم لك 4 الحمد لله. انا الحمد لله ثري، اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. الحمد لله. انزين يا شيخ، انا باخذ بنت عمي الحين الخامسه ومتوهق بين الاربع اطلق منه فيهم. والله العظيم والله العظيم يا شيخ، والله العظيم اني صادق معك ويشهد علي الله. زين والاربعه يعني ما في اي غلط فيهم. لو والله الغلط فيك مو في الحريم، الغلط فيك طال عمرك. والله فيني انا رجال مزواج. مزواج والله يا شيخ بالحلال اللهم لك الحمد. بس المشكله ايش يا شيخ؟ المشكله ما حد قاعد يغلط. وانت يعني تريد غلطه يعني لو قلت لها سوي قهوه هذه غلطه. انا يعني لا يا شيخ مرات قاعد افكر مثلا على ام فلان ولا على ام فلان، يعني افكر اني اصيد عليها شيء، يعني هل اظلمها؟ يعني حرام علي صح ولا لا؟ طب شو رايك انت؟ بالله شو رايك؟ والله يا شيخ انا ما دقيت عليك الا برايك انت، شو رايك بالموضوع؟ زين يعني انت تتوقع مني اقول لك اقول لك طلق رقم 3 ولا طلق ولا الاولى قديمه مثلا؟ لا يا شيخ، الفكره اني انا هل بيني وبين نفسي لما افكر اني اصيد عليهم شيء هل هذا ظلم؟ طبعا بس طبعا لا يفرق مؤمن والمؤمنه ان كان خلقا رضي الاخر، كانك انت تتربص خطا حتى يلا طالق انتهت العده تعال يا بنت العم، هذا ما يجوز. طيب وشلون والحل؟ الحل انت الخطا فيك ترى مو بالحريم. انا ادري انه فيني والله ومعترف بخطاي. زين بعد الخطا فيك فانت انا قاعد اقول انا اقول لك يا شيخ انا رجال لي اسمي في الكويت ومعروف وكذا، وعندي اللهم لك الحمد خير من الله رازقني بالخير. واحب انا ريال مزواج على الوالد الله يرحمه، الوالد يمكن ماخذ 9 ما شاء الله. الله يرحم موتانا موتى المسلمين. الله يرحمه. فانا يا شيخ والله يا شيخ انا والله ما ادق عليك ولا مو بس انت يا شيخ كذا شيخ. وشو نصحوك المشايخ؟ والله يضحكون نفسك، وش اقول بعد؟ والله معهم حق، والله معهم حق، والله معهم حق. بس يا شيخ انا الفكره كلها عفوا الفكره كلها شنو؟ الفكره ان هل انا لما افكر بيني وبين نفسي واقول والله اظلم ام فلان ولا ام فلان ولا يعني شهاده لله انهم مو مقصرين. والله هذا ظلم علي قاصر، هذا ظلم يا سيدي. هذا انا والله ما دقيت عليك، بس ابى اعرف شغله واحده، هل انا ظالمهم يعني ولا؟ والله انت يعني واحد يفكر يتزوج الخامسه وعنده الطياره فل، المقاعد فل 4 علنت ما يوجد الحين 4 فيجب الاستغناء عن واحده، وانا افكر زين ابغى اتجوز بنت عمي فانظر الين خلي واحده تخطئ فيكم والله لا طلقها، وش تسميه هذا؟ لا حشا انا ما قلت لي، بس لا انت بخاطرك انت هذا بخاطرك. اي والله بخاطري. لا اي والله بخاطري انا قلت واحده في رأس مره واحده برا هم حرام. هذا يعني ما يجوز. انت كانك تنوي الشر. انا اقول لك شو تسوي. اي والله نعم تفضل. اول شيء انزع فكره هذه اريد بنت عمي، انزعها من راسك من هنا. ما نقول لانه هي مو قصه، هي مو عفوا شيخ، هي مو القصد ان بنت عمي. اي وحده قصدني ابى اجدد. اسمع ابى اجدد. جدد، هي ملكيه سياره تجدد. اسمع اسمع انت الحين عندك 4 زين. اول شيء اكتفي بما اتاك الله. والطنطاوي يقول النساء كالبحر كلما شربت منه ازددت عطشا. على فكره لو اتيت طلقت واحده واتيت برابعه ستطمع بالخامسه اخرى. علمت؟ فانت انزع هذا واقع، انزع فكره الزواج من راسك، خلاص انزعها، اكتفي بال4. علمت؟ ولا تظلم. اياك ان تظلم امراه. هذا مشكلتنا يا شيخ، الظلم. احنا ندري ان الله سبحانه وتعالى حرمه حتى على نفسه، فكيف انت تظلم تتربص فيه المساكين؟ انا والله يشهد علي الله اني ما دقيت عليك الا ابي حل بس، والله العظيم. ولا اقتنعت بالحل؟ والله يا شيخ يعني سبحان الله بني ادم لازم يفكر مره ثانيه وثالثه ورابعه. انا وصلت اخر الدنيا وخذيت فتاوي مو فتوى واحده. اللي يقول لي مرات يقول طلق اي واحده ما تجيب عيال، واللي يقول لي طلق دور عليهم الزله. اسمع الحين والله يا شيخ كلن عندنا عيال صح؟ نعم. ما عندك عذر يعني حتى.
صح صح اي والله صح. وكلهن ما شاء الله على الخير والسمع والطاعه. هذا انا اشهد. زين هذه انا اشهد، هذا اللي كاسر ظهري يا شيخ. زين وبعد هذه واحده غلط بس يا اخي، دور الغلطه ما في. لا قول الحمد لله، ترى في رجال مو محصلين واحده. احمد ربك انت عندك 4. الحمد لله. انت هارون رشيد هذا العصر. قول الحمد لله. الله الحمد لله رب العالمين. الله يجزاك خير ويرحم والديك. بارك الله فيك. شكرا يا سيدي، حياك. على